السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا انا بقالي كتير ما بطلعش كده، بس كنت طالعة بقى ايه، عايزة اتكلم على حاجة مهمة. لسه جاية من بره. عايزين نتكلم على عايزة اتكلم على الصحة. أنا بما اني كنت في مستشفى وشفت، والله العظيم احنا في نعمة كبيرة جدا. اللي يروح المستشفيات وبالذات المستشفيات الحكومي بيشوف حاجات تقطع القلب. احنا نحمد ربنا ونشكر ربنا ونحمد ربنا على كل حاجة. حتى اللي بيبقى عنده ابن مصاب، يعني لاقيها صابرة، لاقيها بتقول انا احسن من غيري. يعني انا لقيت اللي بتزرع قوقعة، اللي عايزة تزرع قوقعة لبنتها عشان تسمع. اللي الله اكبر عندها تشنجات بنتها وما بتقعدش خالص وعلى طول تشنجات فدي كلها حكاوي. انتي بس عشان تقعدي ساعتين في مستشفى حكومي بتقعدي تسمعي حاجات، لا صعبة. الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الصحة. الحمد لله ان احنا بنمشي على رجلينا، الحمد لله على الخلقة السوية، الحمد لله على رزقنا في ولادنا الخلقة السوية، الحمد لله على اي حاجة ربنا يجيبها لنا. طبعا كل اللي يجيبه ربنا كويس وحلو، حتى المرض بنؤجر عليه وبناخد ثواب. ده شكة الدبوس، يعني شكة الدبوس اللي احنا بتشكنا دي بتبقى في ميزان حسناتنا. فبجد موقف تاني، الابن اللي بيشيل امه. يعني انا بشوف ابن شايل امه وجاي بيها، طبعا علشان تأمينات والمعاشات وكده بيبقى ناس كبيرة اغلبها. فالابن اللي شايل امه وجايب امه تكشف البر بالام وبالاب، دي حاجة حلوة جدا تمشي مع اهاليكم. في بقى عينة تانية، الاب اللي جاي مش قادر ولوحده، الله اعلم عنده ولاد ولا لا، الله اعلم ايه ظروفه، بس يعني بيصعب على الواحد اني بلاقي كده. وهو بيبقى قاعد شايف كده، شايف ابن بيشيل امه وفي طوع امه ومع امه مش سايبها. وهو لو عنده بقى، شوفوا بقى تأثيرها. ف الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الصحة. خلي بالكم من أهاليكم، خلي بالكم من أهاليكم، خلي بالكم من أهاليكم، واحمدوا ربنا على نعمة الصحة، والحمد لله على كل حاجة ربنا يجيبها. طبعا في ناس عارفاني انا بحب جدا 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 الناس اللي متابعاني على التيك توك والناس اللي متابعاني على اليوتيوب. في ناس الحمد لله بقى ليا فانز هنا وليا فانز هنا، الحمد لله. وطبعا اللي اول مره يشوفني، انا ام ريان.